انا وبناتي بندعيلك ليل ونهار، مع ان اهلي ناس على قد حالهم، بس بقيت الاقي وقت اقعد مع بناتي واضحك وهزر معاهم. اهلي ناس غلابة، بس مش بيفرقوا بين ولد وبنت، ولا بيعايروا بناتي، ولا حد بيشتمهم ولا يمد ايده عليهم. انا مش هبقى نسخة من امك ولا مرات عمك. انا سمعت كلامك يا ايمان، ونجيت ببناتي، وربك بيعين. وسبحان الله، ربنا رزقه واسع، وبقت بعت لي رزقي انا وبناتي عن طريقك. عم محمود قال لي ان انت اللي صممتي ان هو يجيبني انا والبنات ويكتب لنا ارض. انا عمري ما هنسى جميلك ده ابدا. انا مش هتكلم على اي جميل، وهي جميلها كانت مغرقاني. بقى عندي رقم للتواصل معاها، وبقينا نتكلم ونتواصل مع بعض، لاني ما كنتش عارفة اتحرك من البيت بعد اللي حصل وبعد ما انفصلت. بس ما كنتش بعرف ازورها كتير، بس اهلي واهل جوزي ما كانوش يعرفوا اللي حماية عمله لسه. ولدت ابني عمر، ولدت على خير، وربنا رزقني بأحلى ابن في الدنيا. كان هو روحي وحياتي كلها. كنت دايما بقوله الحياة قبلك ما كانش ليها أي معنى. عمري ما كنت أتخيل إن في يوم قلبي يتعلق بحاجة كده. ماما دخلت عليا وقالت لي عرفتي بقى يا بنتي دلوقتي قيمة الضنا، وعرفت ازاي الأهل بيبقوا متعلقين بولادهم. أيوة، عرفت قيمة الضنا كويس قوي. عشان كده اللي يفكر يقرب من ابني انا هاكله بسناني. ابني ومصلحته امانة، وراحت باله خط احمر بالنسبة لي. مش هتتغيري برضو؟ لا، انا اتغيرت كتير، بس انت اللي عمرك ما هتشوفي التغيير ده. بقولك ايه يا ايمان، ستك بعتاني عشان جايلك عريس. قلتلكوا مش عايزة اتجوز، كل اللي عايز يتجوزني عايزني بطولي، وستي عاوزاني اودي ابني عند اهل ابوه. ده ابني، هو انا مش هعيش من غيره؟ طب وهتأكليه وهتصرفي عليه منين يا بنتي؟ افرضي ان ستك زنجرت، انت مش قدها وانت عارفة. لا، انا قدها ونص كمان. في الاول ما كنتش بقدر اعمل حاجة، وكنت زي القطة المغمضة، لكن اللي انتوا عملتوه فيا خلى القطة كبرت وضوافرها طلعت وبقت تخربش. هو انا كل ما اتكلم معاكي يا بنت ما افهمش منك حاجة ولا اعرف اتصرف معاكي؟ انا هبعتلك ابوكي يتصرف هو بقى معاكي. انا مش عايزه اكون جايه على بابا للاخر. انا مش عارفه في حد فيكو ممكن يكون والده زي والدي ولا لا، بس انا والدي حرفيا لا بيهش ولا بينش. بيحاول يرضي الكل، بس مش بيبقى عارف، فبيبقى بيحتار ما بينا. لما طلع يتكلم معايا وريته عقد الارض، وعرفته ان انا ممكن امشي من الصبح وابيع الارض واشتري شقه، واروح اعيش في اي مكان بعيد عنهم. ما هو بابا بقى عارف ان انا بقيت مستبيعة وما عادش عايزة اعيش معاهم. لحد ما يوم لقيت نهى صاحبتي بتكلمني وبتقولي انها جايبالي عريس. تعالوا بقى على شقة بابا واعرفكم بالعريس. هو ده العريس، ده نبيل، دكتور نبيل. ولو كنتوا مركزين بقى من اول القصة كنتوا هتعرفوا كويس ده يبقى مين. لقيتني متنحة قدامه كده، ولقيته هو كمان بيقولي مالك، في ايه؟ هو انت هتفضلي بصلي كده كتير وهتفضلي مستغربة كده يعني ومتنحالي؟ انا بس مش قادرة اصدق ان انت دكتور نبيل بنفسه. دي صدفة عجيبة جدا، عقلي مش قادر يتخيلها. مفيش حاجة اسمها صدفة، ده اسمه قدر ونصيب وترتيب من ربنا ونعمة بالله. بس ايه برضو يعني اللي لم الشامي على المغربي؟ ام سارة من نفس بلدنا، والدتها كانت اتكلمت عليكي قدام والدتي. لما والدتي حكت لي الموضوع ما كنتش اعرف ان الكلام عنك لحد ما شفتك. كنت في زيارة لأم سارة، واتمنيت ساعتها ان الكلام اللي كانوا بيقولوه يطلع عليكي انت، لحد ما اتأكدت من والدتي، فخليتها اخدت رقم والدك وتواصلت معاه. غريبة جدا، سبحان الله. هو انت اتجوزت وانفصلت زيي؟ لا، انا لسه ما ارتبطتش، خطبت مرة بس ما حصلش نصيب. طب ومامتك، مش انت بتقول ان هي عرفت قصتي منها؟ يبقى ازاي بقى هي اللي جابت لك رقم والدي علشان تكلمه؟ معلش انا مش فاهم تقصدي ايه يعني. اقصد ان انا ست منفصلة ومعايا طفل كمان. يبقى ازاي والدتك وافقت؟ ولا انت جاي من غير ما تعرفها؟ من غير ما اعرفها ازاي يعني؟ ما انا ايه لسه قايل لك ان هي اللي جابت لي الرقم. انا والدتي غلبانة جدا، ومش علشان هي امي بقول عليها كده، بس هي كل اللي يهمها راحتي. انا قلت لها ان كنت عايزة اتقدم لك زمان، وقتها كنت انت في سنة اولى تقريبا. رجع بيا الزمن لورا وتخيلت لو كنت وقتها وافقت عليه فعلا، يا ترى كان هيمر عليا كل اللي مر عليا ده، ولا حياتي كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟
بس هقول لكم بقى على حكمة ربنا وعظمة ترتيبه. أولا أهلي وافقوا على نبيل، وما كانش يهمهم ولا كان فارق يعني هو جابوا عمران ولا لأ، لأني مش زي الأول وكمان معايا طفل. فستي ما صدقت. أنا لسه بدعي ربنا إن هو يطول في عمري لحد ما تشوفي حياتي هتبقى عاملة إزاي، وكمان تشوفي أنا إزاي هربي ولادي. أنا لو هسامحك في يوم من الأيام لأن أنت السبب إن ربنا رزقني بحمزة ابني، لكن أنت ربنا هيحاسبك بعدله، وأنا واثقة جدا في ربنا وواثقة في حكمه وواثقة في عدله. جوازي من نبيل كان بالعقل وكان بعد استخارة. نظرتي وخطواتي وتفكيري كان مختلف جدا عن سنين فاتت. سبحان الله، ربنا بيرزقنا بالابتلاء ده علشان يربينا ويرجعنا للطريق الصحيح. وحاليا انا اتجوزت ولقيت حماتي جايه لي تقول لي انا قعدت مع الست ام نهى وقالت لي عنك كلام حلو قوي، دي بتشكر فيك خالص، ويشهد عليا ربنا انا عمري ما هعاملك ابدا غير زي بناتي، وعمري ما هاجي عليكي ابدا في يوم من الايام. وما تخافيش، انت هتبقي في بيتنا بس هتعيشي لوحدك، واللي حصل معاكي قبل كده مش هيحصل عندي تاني ابدا. مش عايزاكي تقلقي ولا تشيلي اي هم ابدا في دماغك. وحاليا بقى دلوقتي انا عايشه في نفس البلد اللي عايشه فيها نهى سلفتي، ونبيل ساعدني ان انا ارجع الجامعه واكمل دراستي، وبسيب حمزه ابني مع حماتي اللي هي ام نبيل، وبتعامل الولد كانه حفيدها بالظبط. ومن معاملتها ليا وحبها لابني بقيت بفضل قاعده معاها طول الوقت، ودايما بنناكف بعض لان هي دايما مش بتخليني عايزه اعمل اي حاجه في الشقه. بس الفرق بقى المره دي اني بعمل كل حاجه بحب، ولو اقدر اجيب لها حته من السما انا مش هتاخر ابدا. وده الفرق بقى بين الشخص اللي بيعاملك بحب واحترام وتقدير وشخص تاني افتكرك عبد اشتراه بفلوسه. وفي يوم خرجنا انا ونبيل وقلت له سبحان الله، يمكن لو كنت وافقت عليك اول مره اتقدمت لي كان زمان الحال غير الحال، ويمكن كنا اتطلقنا. انا كنت وحشه قوي يا نبيل، ودماغي كانت رايحه لتفكير وطريق تاني خالص. انا كنت متاكده ان انت كنت هتعاني معايا، ويمكن كنت هتطلقني وتكرهني انت ووالدتك. ربنا بعت لي نهى اللي بسببها حياتي اتغيرت. سبحان الله، كل واحده فيكم بتقول نفس الكلام على التانية. لا لا يا نبيل، انا مدينه لنهى بحاجات كتيره قوي، دي من ساعه ما عرفتها وهي بتبتسم في وشي وبتطبطب عليا وبتهون عليا الايام. انا كنت السبب في انفصالها، وتلف الايام وتكون هي السبب في استقرار حياتي ورجوعي لجامعتي وخروجي من بيت اهلي لبيتك. انا مهما اعمل مش هقدر اوفي جمايلها ابدا عليا، ربنا يبارك لها. شفتوا بقى ربنا جبر بخاطري ازاي؟ هل حد فيكم قدر يتوقع ان الاحداث ممكن تمشي بالطريقة دي او في الاتجاه ده؟ ده ترتيب ربنا. سبحان الله، حكمة ربنا وترتيبه اللي مفيش حد في الدنيا يقدر يرتب ولا يعمل زيها، ولا حد في الدنيا يقدر يرتب العظمة والجمال ده. بس شفتوا ازاي ربنا يقدر يغير حالنا من حال لحال؟ في لحظة واحدة بتتغير كل حاجة. انا ما كنتش متوقعة ان ده يحصل. قد ايه انا حاسة ان انا مرتاحة بعد ما اتكلمت وخرجت كل اللي جوايا بصوت عالي. بس انا متأكدة ان في ناس كتير منكم حصل لهم زي اللي حصل لي كده، ومقدرين كمان اللي انا فيه. وعايزة اقول لكم ان انا ونهى سلفتي بعنا الارض اللي حماية السابق كان اشتريها لي، واشتريت في مكان بعيد، بعدت عن المكان خالص، وكان لازم اخد حقي منهم تالت ومتلت. ولكم بقى ان انتوا تتخيلوا رد فعل الناس دي هيكون عامل ازاي. ادعولي ربنا يبارك لي في ابني وجوزي وحماتي ويديم علينا الاستقرار. ونهى دي بقى انا عمري ما شفت ولا قابلت حد في جمال قلبها وفي طيبتها، دي غيرت فكرتي خالص عن السلايف. يا رب تتجوز، لانها رافضة تدخل اي راجل غريب على بناتها الاربعة. ربنا يبارك لها في بنتها ويرزقها بالخير يا رب. وفي نهاية القصة دي بقى اتمنى ما كنش طولت عليكم ولا ازعجتكم، وفي النهاية الخير انتصر على الشر بأمر الله، وربنا يجبر قلوبكم بكل الخير يا رب.